مسألة إهداء ثواب قراءة القرآن للموتى ولا غير الموتى، هذه مسألة اختلف فيها العلماء قديما. بعضهم كالإمام أحمد، وهذا القول مشهور عن الإمام أحمد، قال يجوز أنك تقرأ القرآن وتهديه للموتى، ولكن الصحيح يا إخوان أنه لا يجوز. لماذا؟ لأنه لم يرد فيه دليل. نعم كاين بعض الأعمال يجوز تهديها للموتى، ورد فيها نص، مثلا الصدقة ورد نص أنك كي تصدق على الأب تاعك مثلا ميت تلحق، ولا على الأم تاعك ولا تلحق، لأنه كاين نص. مثلا الدعاء يصل كذلك، الدعاء يصل. هناك عمل قضاء الدين، مات بابك وعليه الدين أنت تقضيه له، هو في القبر وأنت تقضيه له، هذه يجوز لأنه ورد فيها النص. أما أنك تصلي عليه، تصلي 2 ركعات تهديهم له، ولا تقرأ القرآن بنية نهديهم لبابا، ولا لم يرد نص، ما كاش دليل في هذا، وهذا هو الصحيح. إذا قراءة القرآن ثم إهداء الثواب للموتى على الصحيح أنه لا يصل هذا الثواب، يصل ما ورد فيه النص.